والجراف بيكون استخدم فلوس المحل وسافر للندن وراح لمكان الحفلة، وكان لابس نضارة ومغطى راسه، وبيظهر إنه عريان، وبنت صغيرة بتشوفه وبتنادي عليه، والناس كلها بتتلم عليه وبيتصوروا معاه، وبدأ يحييهم. وبعد كده راح وقف جنب التمثال بتاعه وبدأ يسخر منه وبيقول إيه الريحة الوحشة دي، وكمان مناخيره كبيرة، وبدأ يعلي في صوته وبيقولوا إنه عريان مزيف وسلوكه في المكان بقى مش مناسب. والأمن اتدخل وطلبوا منه يمشي بس مش بيرضى وبيمسك فيهم، وبعدين بيطلع مسدس وبياخد واحدة من الجمهور وبيعمل حالة فوضى في المكان، والناس كلها بتهرب. وبعد كده بيطلع من باب الطوارئ وبيقلب الجاكيت بتاعه وبيشيل الطاقية وشكله بيتغير خالص وبيخرج وسط الناس. وفي الوقت ده كان أريان الحقيقي في المسرح، وبيلاقي البوليس جاي يقبض عليه وقال له على اللي حصل، وقال إنه ما راحش المتحف أصلا، بس طبعا كان في واحد بيقوم بدوره في المتحف وبيثبت عليه التهمة، وبياخدوا الاسم وبيفرجوا على اللي عمله من كاميرات المراقبة، وبيكون مش عارف ايه اللي بيحصل. وفي نفس الوقت اللي كان محبوس فيه